السلام عليكم خوتي المغاربه. جيت بغيت نقول لكم واحد الواقعه وقع لي، الله يرحم لكم الوالدين. اللي عنده شي ايد المساعده اللي يتصل بينا واللي يعاوننا، الله يرحم لكم الوالدين. انا راه معرض لواحد الاعتداء من عند واحد السيد اللي هو كاري ليا واحد المحل وبيدتي ليا رزقي وما عنديش فين نمشي، ولا اله الا الله محمد رسول الله. وانا راه تنطلب من السلطات العموميه الله يرحم الوالدين ياخذوا بعين الاعتبار ويتجرؤوا في هذا المشكل اللي واقع ليا، ويديروا وعد في ولادهم واقع في هذا المشكل، وما يخليوش يضيع في وسط المجتمع. حيت انا واحد الانسان اللي كنت خايب، ماشي نقول لك انا كنت زين، انا كنت خايب ولكن الحمد لله رد بيا الله تعالى وتزوجت وبغيت ندير محلي وندمج في الحياه. وهذا السيد كرا ليا وبيدتي ليا رزقي 30,000 درهم. انا فين لقيت؟ انا راه 11 عام وانا في وسط السجن تنضرب الكراطه باش نجمع هذا المصروف باش ندير انا محلي وندمج في الحياه. وهذا السيد دير الطوبل الساروت تيجي تيدخل كل ساعه هو والعاشقه نتاعته تيفسد ليا فوت محلي. الله عرض الله واش حنا في دوله اسلاميه ولا فين؟ وفاش بتهضر مع الزوجه ديالي ضربها ليا وكتبت شكايه للسيد وكيل الملك وما تخاض لياش حقي. الله يرحم لكم الوالدين. اش يكون هذا السيد بغيت انا حقي يتخاض ليا. الله يرحم الوالدين ما عنديش فين نمشي، راه جاني الافراغ. الله يرحم الوالدين مشى ليا ديالي. الله يرحم لكم الوالدين انا مزوق فيكم، الله عرض الله مزوق فيكم ما عنديش فين نمشي. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين السلطات العموميه، الله يرحم لكم الوالدين. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. لا اله الا الله محمد رسول الله.